الحمد لله الذي يسر لنا هذا اللقاء العشائري المهيب. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المكان الطيب، الكرام أهله آل النبهين، على التصالح والتسامح، على المصافحة وعلى التسامح فيما بيننا فيما حصل. يا أحبابنا الكرام، جئنا إليكم إلى هذا الديوان العامر إن شاء الله، العامر بأهله الكرام آل النبهين الذين عرفناهم في هذا المخيم الطيب، في هذا المخيم الصامد. عرفناهم من أكرم العائلات، عرفناهم من أشجع العائلات، عرفناهم من أحسن العائلات خلقا ودينا إن شاء الله رب العالمين. جئناكم بهذه الجاهة وعلى رأسها أخوان كرام، جينا في خاطركم وإرضاء لله سبحانه وتعالى ثم إرضاء لكم. جئناكم لنسمع منكم الكلام الطيب، جئناكم لتتم هذه المصالحة إن شاء الله رب العالمين بين عائلتين كريمتين محترمتين، آل عبد الهادي الكرام الذين نجل لهم كل الاحترام والتقدير، ونجل لكم أيضا كل الاحترام والتقدير. نشكر لكل من حضر، نشكر لكل من ساهم في رأب هذا الصدع. هذا هو صفات شعبنا الكريم، هذه هي السمات الطيبة التي يتحلى بها الشعب الفلسطيني. نسأل الله العظيم الذي جمعنا في هذا المكان على المحبة والطاعة أن يجمعنا تحت ظل عرش الرحمن إن شاء الله. ولا يسعنا في هذه الساعة الطيبة إلا أن ندعو لمن أقام هذا المكان، أخونا وحبيبنا الشيخ فارس أبو سامي. نسأل الله له الرحمة ولجميع أمواتنا وأمواتكم، ونطلب من الجميع في هذه الساعة قراءة الفاتحة على روح أمواتنا الكرام. نختم هذا اللقاء بقراءة الفاتحة بيد التوفيق إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجاهة الكريمة، الإخوة آل عبد الهادي الكرام، الحضور الكريم كل باسمه ولقبه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في ديوان آل النباهين. حللتم أهلا ونزلتم سهلا، أهلا بكم بين أهلكم وجيرانكم وأصدقائكم وأبناء شعبكم. الحمد لله الذي يسر لهذه الجاهة الكريمة والإخوة القائمين عليها لإتمام هذا الصلح بين عائلتين كريمتين لا يوجد بينهما إلا كل خير ومحبة. وبداية كآل النباهين نطلب من الجاهة الكريمة وجود الأخ كفيل الوفا. حياكم الله. حياك الله أخ أبو محمد. وكفيل الوفا من طرفنا الحج أبو ماهر أبو حجير. اللهم اجعلنا مفاتيحا للخير مغاليقا للشر. اللهم جنبنا الشيطان وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. بداية نتيجة للاعتداء الذي قام به بعض أفراد عائلة عبد الهادي على أبنائنا وإخواننا في بلوك 10، فإننا لا نريد أن نفصل تفاصيل ما حدث، ولكننا يعني إلماما لهذا الموضوع فإننا نبرز حقنا أمام الجاهة الكريمة في عرض الكفيل ومقداره 20,000 دينار أردني. واقتداء بقول الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فإننا آل النباهين وإكراما لله ورسوله ثم للجاهة الكريمة
نتنازل ونعفو عن حقنا تجاه إخواننا آل عبد الهادي، وحفاظا منا على حسن الجوار والعلاقة الطيبة معهم، حيث قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وكلنا أمل بإخواننا آل عبد الهادي بعدم تكرار ما حصل، حفاظا على العلاقة الطيبة التي تربطنا معهم. وصلى الله وسلم على رسوله الكريم، وحياكم الله. مين يا نبهين عندك ولا خير؟ بديش ميكروفون. يا نبهين، الآن أنتوا جيران، أنتوا دار أبو عبد الهادي. الآن بدنا نلزم دار النبهين ودار عبد الهادي في عرض الكفلاء، كل عائلة في عرض الكفيل 3000 دينار من الهبش والنبش والاعتداء على الأطراف الآخرين. كل واحد يثبت الاعتداء عليه من الطرف الآخر بالله وجه يدله، ونعدينا فيهم مزلات ما تلتقي، ونعدينا أهل الأمانة يحط البارد وحط الشارد، يلي جديد جديد وحط البارد، اللي في عرضه ويقعد للجديد. الله يخليك. هذا في عرض الكفلاء. كل كفيل الوفاء يلتزم بدار عبد الهادي، وكفيل الوفاء أبو ماهر أبو حجير يلتزم بالنبهين في مسامع الجاه الكريمة، على أساس وأنتم شهداء على الكلام هذا. اللي عنده اعتراض من الأطراف يقول والله أنا عندي اعتراض، سواء أنتم يا نبهين أو أنتم يا دار عبد الهادي. اللي عنده اعتراض يقول والله عندي اعتراض. إذن الصمت رضا. المبعوث رحمة للعالمين، نبي هذه الأمة وسيد الخلق أجمعين، محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم. الحمد لله الذي أعزنا بعزة الإسلام، الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان، الحمد لله الذي أكرمنا بكرامة القرآن، الحمد لله الذي أعد للمصلحين جنات ونعيم، وأعد للمفسدين نارا وجحيم. اليوم نحن في جاهة كما ترون من رجالات الوطن، نأتي إلى آل النبهين في ديوانهم العامر بصحبة رجال الإصلاح وما قاموا به مما نزغ الشيطان بيننا نحن وآل النبهين. فنحن اليوم نأتي في خاطر آل النبهين ونقول لهم نحن جميعا عائلة واحدة، آل النبهين وآل عبد الهادي عائلة واحدة، وما حصل إلا نزغ من الشيطان، والحمد لله على ما حصل. ونشكر جميع من تدخل في هذا الموضوع وجميع الجاه الكريمة، وبارك الله فيكم جميعا. حياك الله. حضور بارك الله في اخواننا عائلة النبهين والجاه الكريم ودار عبد الهادي، ومختارنا ابو ماهر وربعه حياهم الله، وهالبيت العامر يا اخوان رحمة الله ابو سامي. يعني احنا بنتذكر من حيث ما خشينا هالبيت العامر لقينا النور في وجوه النبهين واهله. بارك الله فيكم، انتوا اهلها والله. كفو، الله يخليكم. والله ما احنا الله ينور علي اخونا يوسف، بارك الله في نفرين والله، الله يكرمه. حياكم الله، بارك الله في الجاهة كلهم فردا وبارك الله فيكم. ونشكر اخونا زياد عوض الاعلامي للامانه، ما في صلح الا بغطيها، بارك الله فيه.